ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معكم مس إيناس عبد الله، وهنكمل إن شاء الله النهاردة شرح الوحدة الثانية الدرس الثالث بعنوان البيئات المصرية. ودلوقتي هنستعرض مع بعض نوع من أنواع الأسئلة اللي ممكن تقابلوها في المنهج بتاعنا. بما تفسر تنوع البيئات المصرية، أو أذكر سبب تنوع البيئات الطبيعية في جمهورية مصر العربية. طبعا كلنا هنقدر نجاوب إن شاء الله على السؤال ده، ولكن بعد سماع شرح الدرس النهاردة إن شاء الله اللي هو بعنوان البيئات المصرية. طيب تعالوا بقى كده نكبر الخريطة شوية وركزوا معايا يا ولاد في ألوان الخريطة. شايفين في ألوان قد إيه موجودة في الخريطة؟ عندي اللون الأزرق وكمان اللون الأخضر واللون الرملي المنتشر في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء نتيجة لانتشار الرمال في الصحاري المصرية. طيب ده معناه إيه؟ الألوان دي يا ولاد معناها إن هناك أنواع بيئات متنوعة في جمهورية مصر العربية، فقد اختص الله سبحانه وتعالى مصر بعدد كبير من المميزات. فعندنا أول حاجة موقع جغرافي فريد، تمام، وكمان عندنا مظاهر سطح متعددة، بالإضافة إلى مساحة جمهورية مصر العربية الكبيرة التي تصل إلى 1,000,000 كيلومتر مربع. كل ده أدى إلى تنوع البيئات الطبيعية في جمهورية مصر العربية. يبقى إزاي هنجاوب على السؤال؟ هنقول بسبب موقع مصر الجغرافي ومظاهر السطح المتعددة ومساحة مصر الكبيرة التي تصل إلى أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع. ركز كده معايا جدا على الخريطة عشان هنشوف مع بعض دلوقتي أول نوع من أنواع البيئات المصرية، وهي البيئة الصحراوية. طبعا البيئة الصحراوية بتتمثل في إيه يا ولاد، أو فين موجودة فين على الخريطة؟ عندي الصحراء الغربية، وطبعا الصحراء الغربية دي بينتشر فيها المنخفضات والكثبان الرملية. يعني إيه كثبان رملية؟ يعني تجمعات كبيرة من الرمال مثل بحر الرمال العظيم. عندي كمان الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء. يبقى البيئة الصحراوية بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء. وطبعا لازم نعرف كويس جدا ان البيئة الصحراوية بتتميز بقلة المياه، مفيش فيها مياه يا ولاد، ولذلك تعتمد فيها الحياة على مياه الابار والعيون اللي هي المياه الجوفية. تاني، بتتميز البيئة الصحراوية بقلة المياه وتعتمد فيها الحياة على مياه الابار والعيون. وبكده نكون اتكلمنا عن أول نوع من أنواع البيئات المصرية وهي البيئة الصحراوية. تمام، عرفنا بتتميز بإيه وعرفنا كمان بتقع فين. بتتميز بأنها قليلة المياه وتعتمد الحياة فيها على مياه الأبار والعيون، وبتقع في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء. تمام، الصحراء الغربية بتتميز بالمنخفضات والكثبان الرملية مثل بحر الرمال العظيم، وكمان الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء بتتميز برملها الذهبية وجبالها الشاهقة. تمام، يبقى الصحراء الغربية بتتميز بإيه؟ تتميز بالمنخفضات والكثبان الرملية مثل بحر الرمال العظيم. أما الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء بتتميز بإيه؟ بتتميز برملها الذهبية وجبالها الشاهقة. تعالوا نشوف كده نوع تاني من أنواع البيئات الموجودة في مصر، وهي البيئة الزراعية. وطبعا البيئة الزراعية بتشمل الوادي والدلتا. إيه هو الوادي؟ هو الخط اللي بيمشي فيه نهر النيل من أول القاهرة لحد أسوان تحت. لو نزلنا تحت كده في الخريطة هنلاقي السد العالي، هو ده السد العالي طبعا ده موجود في أسوان. والسد العالي ده أهميته إنه بيخزن المياه لري المناطق الزراعية على طول نهر النيل على مدار العام. وطبعا هنلاحظ إن في تحت بحيرة اللي هي بحيرة ناصر، ودي طبعا أكبر بحيرة صناعية في العالم وتعد موطنا للكثير من الأسماك. يبقى إيه هو وادي النيل؟ هو الخط اللي بيجري فيه نهر النيل من القاهرة حتى أسوان، من القاهرة حتى أسوان. طيب إيه هي الدلتا؟ الدلتا بقى من أول القاهرة كده يا ولاد هنلاقي إن نهر النيل بيتفرع لفرعين، وهما فرع دمياط وفرع رشيد، وطبعا بيكون بالشكل ده شكل مثلث، وهي دي الدلتا. يبقى الدلتا هي بتتخذ شكل مثلث في شمال مصر. تمام، وطبعا بما ان نهر النيل فيه مياه عذبة وعلى جانبيه السهول الفيضية اللي بتعتبر تربة خصبة، وطبعا كلنا عارفين ان المياه العذبة هي مياه صالحة للشرب وكمان بتستخدم في اعمال الزراعة. وزي ما انت ما بتقدرش تشرب مياه مالحة، برضو ما ينفعش نسقي الزرع بمياه مالحة، لا احنا بنحتاج مياه عذبة لنسقي بها النباتات. وكمان هنلاقي حوالين وادي النيل والدلتا التربة الخصبة الصالحة للزراعة. يبقى أنا عندي مياه عذبة وتربة خصبة. العاملين دول يا ولاد من العوامل الأساسية لقيام الزراعة، عشان كده هنلاقي إن البيئة الزراعية بتنتشر حوالين الوادي والدلتا. يبقى أين توجد البيئة الزراعية في مصر؟ هنقول توجد البيئة الزراعية حول وادي النيل ودلتا النيل. وادي النيل اللي هو منين؟ من القاهرة حتى أسوان. أما دلتا النيل فمن القاهرة جنوبا حتى السواحل الشمالية على البحر المتوسط، وطبعا بتبقى واخدة شكل مثلث. وهنلاحظ
ونلاحظ كمان ان دلتا النيل هي التي تضم الجزء الاكبر من الاراضي الزراعية في مصر، حيث تزرع جميع المحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية، وتتميز بسطح مستوي وتعتمد على مياه نهر النيل في جميع مجالات الحياة. تمام، يبقى عرفنا كده البيئة الزراعية بتاعتنا موجودة فين؟ موجودة في الوادي والدلتا. عرفنا فين الوادي وعرفنا فين الدلتا. طيب الوادي تاني نراجع عليه. الوادي بيمتد من القاهرة شمالا وحتى أسوان جنوبا. الخط الرفيع ده اللي بيمشي فيه نهر النيل من القاهرة حتى أسوان هو ده وادي النيل. أما الدلتا زي ما قلنا بتبدأ من القاهرة وتتفرع إلى فرع دمياط وفرع رشيد على شكل مثلث، وبها الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية. تمام، زي ما احنا شايفين كده على الخريطة. وبكده نكون شرحنا البيئة الزراعية. يبقى احنا تعرفنا لحد دلوقتي على نوعين من أنواع البيئات المصرية، وهي البيئة الصحراوية والبيئة الزراعية. فاضل لنا آخر نوع من أنواع البيئات الموجودة في مصر وهي البيئة الساحلية. نرجع تاني للخريطة ونركز مع بعض في الشرح. طبعا البيئة الساحلية بتتمثل في الشريط الساحلي بالبحر المتوسط شمال مصر، وكمان البحر الأحمر في شرق مصر. تمام، وأراضي هذه البيئة شبه مستوية السطح، وتكون واسعة عند البحر المتوسط وضيقة عند البحر الأحمر. طيب ليه بتكون ضيقة عند البحر الأحمر؟ بسبب اقتراب الجبال من ساحل البحر. يبقى ليه البيئة الساحلية التي تطل على البحر الأحمر بتكون ضيقة؟ لاقتراب الجبال من الساحل. وطبعا الجبال دي اسمها جبال البحر الأحمر، جبال البحر الأحمر. طيب يا ترى ايه تاني يا ولاد بيميز البيئة الساحلية المصرية؟ طبعا بيميز البيئة الساحلية المصرية انتشار الشعاب المرجانية، وطبعا ده موجود بشكل خاص على طول سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وتتميز بمناظرها وألوانها الخلابة التي تجذب السياح إليها. نقول تاني أهم خصائص البيئة الساحلية في مصر أنها تتميز بالشريط الساحلي الواسع المطل على البحر المتوسط، والشريط الساحلي الضيق المطل على البحر الأحمر، وذلك لاقتراب الجبال من الساحل. تمام، يبقى كده سبب ضيق الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر هو اقتراب جبال البحر الأحمر من سواحل البحر الأحمر. تمام، طب ايه تاني بيميز البيئة الساحلية؟ عندي انتشار الشعاب المرجانية والأسماك الملونة، والتي توجد بشكل خاص على طول سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة. تمام، وطبعا الشعاب المرجانية دي بتتميز بمناظرها وألوانها الخلابة اللي بتجذب السياح إليها. طيب ممكن هنا يجيلنا برضو سؤال مهم بعد ما انتهينا كده من شرح البيئات الثلاثة، البيئة الصحراوية والبيئة الزراعية والبيئة الساحلية. ممكن يقولك حدد أوجه التشابه والاختلاف بين البيئة الزراعية والبيئة الصحراوية وكمان البيئة الساحلية. هتقدر تجيب أوجه التشابه والاختلاف بين الثلاث بيئات؟ تعالوا كده نشوف. أول حاجة هما بيتشابهوا في إيه؟ بيتشابهوا في انتشار المظاهر السطح المتنوعة. يبقى كل بيئة من البيئات الثلاثة يوجد بها مظاهر سطح متنوعة. طب بيختلفوا في ايه؟ بيختلفوا في ان البيئة الزراعية بيتوفر فيها مثلا المياه العذبة، اما البيئة الصحراوية فلا يوجد مياه عذبة الا على شكل مياه جوفية. بتتميز الصحراء بقلة وندرة المياه فيها، وبيعتمدوا فيها على المياه الجوفية. اما البيئة الساحلية فبتكون المياه فيها مياه مالحة. تمام، ده كده اول اختلاف بين البيئات الثلاثة. في طبعا اختلافات كتيرة، انا عايزك تفكر بقى وتطلع لي كده اختلافات بين البيئات المصرية الثلاثة. وطبعا لو عايز تشاركني باجابتك ممكن تبعت لي الاجابات على جروب التليجرام. تمام، وهسيب لكم طبعا اللينك في الديسكربشن بوكس. وبكده يا ولاد تكون الحلقة بتاعتي انتهت النهارده. اتمنى اكون قدرت افيدكم. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.